مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستجدات على الساحة كبيرة خاصة في الآونة الأخيرة، والعيون بشكل عام تتجه نحو ما يسمى في مفاوضات السلام، أمام جهود للسلام تبذل في وقت تتصاعد فيه الممارسات الفلسطينية على أرض الواقع، وجهود أمريكية تشكل أو تشكك إسرائيل وجديتها للتقريب في وجهات النظر ما بين الأطراف المتنازعة لاستئناف المفاوضات. في هذا اللقاء الخاص من هنا من رام الله سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بك عبر شاشة التلفزيون الأردني. شكرا، أهلا بك. سيادة الرئيس، بداية العد العكسي لمهمة المفاوضات الغير مباشرة قد بدأ، في المقابل التصعيد الإسرائيلي أيضا لم يتوقف. إلى أين تسير الأمور؟ يعني على الرغم من الصعوبات والعقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيليه، من شأن هذه الإجراءات أن تشعرنا حقيقة بأنه لا توجد رغبة في عملية السلام، وبالرغم من كل ما يعني نراه من أيضا تصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلا أننا مع ذلك يعني نحو المفاوضات غير المباشرة التي أطلق عليها بروكسيميتي توكس، والتي وافقت عليها لجنة المتابعة العربية. الإجراءات الإسرائيلية من نسف للبيوت وطرد للسكان وبناء مستوطنات وتسميات دينية هنا وهناك من شأنها أن تستفز الشارع الفلسطيني. إذن المطلوب من الإدارة الأمريكية أن تطلب من الإدارة الإسرائيلية وقف كل هذه النشاطات، وأن يعني تمارس مهمتها فيما يتعلق. نعم. سيادة الرئيس، تقصد ما تحدثت به إسرائيل أخيرا عن ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ضمن قائمة التراث اليهودي؟ يعني عندما تتحدث عن أن هذه من التراث اليهودي الإسرائيلي، سواء الحرم الإبراهيمي أو مسجد بلال بن رباح أو حتى سور القدس، كل هذه الأشياء فعلا استفزازية ولا تخطر على بال، وكأنهم لا يريدون لهذه المفاوضات أن تبدأ. يعني كلما حاولنا أن نقترب منها نراهم يقومون بهذه التصرفات، غير هذه هي النهائية. اليوم أيضا أعلنوا عن 112 وحدة سكنية في الضفة الغربية، رغم أنهم أعلنوا عن وقف مؤقت أو وقف جزئي للاستيطان، لكنهم يأخذون مثل هذه الخطوات التي تشعرنا وكأنهم فعلا لا يريدون. مع ذلك نحن نريد أن نثبت للعالم أننا طلاب سلام، وأننا نريد أن نسعى من أجل السلام، وأننا نعمل، وأننا مخلصون في الوصول إلى السلام القائم على الدولتين، قائم على الشرعية الدولية، القائم على حدود 67. وبالتالي كمان يعني نضع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته. لا نريد أن يقال نحن تخلينا، نحن رفضنا، نحن تراجعنا. رغم كل ما يفعلونه نحن قلنا مع ذلك سنذهب في مفاوضات غير مباشرة. إنما إذا استمرت هذه الأعمال لا أعتقد أنه سيكون بإمكاننا أن نفعل شيئا. نعم. سيادة الرئيس، هنالك قمة قادمة مرتقبة، ولا شك بأنكم ستطلعون على الوضع بشكل عام من خلال هذه القمة. هل هنالك ضمانات لإيجاد توافق عربي على مضيكم قدما في ما يرتبط بعملية السلام، أم تتوقعون انتقادات ومواجهات؟ لا، نعتقد أنه لابد يعني بعد الاجتماع الذي حصل لجنة المتابعة العربية في القاهرة التي تمثل حوالي 18 دولة، يعني هذا أن هناك إجماعا عربيا على ما توجهنا إليه. في القمة العربية لا أتوقع يعني أشياء دراماتيكية، أشياء جديدة، وإنما ربما يعني يتحدث العرب عن المبادرة العربية، تثبيت المبادرة العربية، تثبيت عملية السلام، وأيضا وضع الشروط التي نحن يعني وضعناها في لجنة المتابعة العربية. ولا أعتقد أنه سيكون هناك يعني أشياء خارجة عن هذا الموضوع. نعم. سيادة الرئيس، ونحن نتحدث يعني عن لجنة المبادرة العربية تحديدا خلال الاجتماع الذي جرى، رأى البعض أن قرار استئناف المفاوضات هو قرار سيادي
فلسطيني. يعني هل يريحكم أنتم هنا في السلطة الفلسطينية مثل هذا الطرح؟ نعم، نحن نعتبر أن القضية الفلسطينية صحيح هناك قرار سيادي، قرار فلسطيني، قرار مستقل، هذا لا شك فيه، لكن القضية لابد أن يشارك بها الجميع. هناك مفاصل تاريخية، مفاصل أساسية لابد أن يطلع عليها العرب. يعني ما هو دور لجنة المتابعة العربية؟ لجنة المتابعة العربية مهمتها الأساسية متابعة تطبيق المبادرة العربية للسلام. المبادرة العربية للسلام يعني تخصنا بنسبة عالية جدا. يعني صحيح تتكلم عن كل الأراضي العربية المحتلة، لكن بالأساس تتحدث عن قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، عن حدود 67. إذن هناك موقف عربي، هذا الموقف العربي يجب أن يكون يعني مبنيا على أسس صحيحة، وبالتالي نحن من واجبنا أن نذهب إلى العرب ونقول لهم هذا هو الموقف، ونطلب منهم أخذ الرأي، لأن القضية فعلا لا تهمنا نحن وحدنا وإنما تهم الجميع. لنتحدث مثلا عن القدس، هل القدس تهم الفلسطينيين وحدهم؟ تهم كل العالم العربي والإسلامي. قضايا اللاجئين مثلا تهم كثير من الدول العربية، قضايا المياه تهم عدد كبير من الدول العربية. إذن هناك قضايا تهم بشكل مباشر بعض الدول العربية، وهناك قضايا تهم كل الدول العربية. إذا من واجبنا أن نقدم هذا للدول العربية، وأن نستمع إلى رأيهم ونستمع لموقفهم. ولذلك نحن عندما ذهبنا مؤخرا إلى الجامعة العربية في لجنة المتابعة بكل الاحترام استمعنا لملاحظاتهم، استمعنا لتحفظاتهم، استمعنا لمواقفهم، وبالنتيجة خلاصة الموقف احترمناه وقدمناه إلى القيادة الفلسطينية هنا التي أخذت به. نعم. سيادة الرئيس، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب في القدس والاستيطان أيضا في الخليل وكل الأراضي الفلسطينية ما زالت مستمرة. ماذا عن جاهزيتكم لعرض الأمة أو جعل الأمة تقوم بواجباتها ومسؤولياتها المناطة بها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير الذي تشهده فلسطين؟ يعني ما قلته فيما يتعلق بلجنة المتابعة العربية هو جزء من النشاط التي أردناه، هو جزء من لفت الانتباه العربي والإسلامي إلى أول ما يجري في القدس، وكيف يجري تغيير معالم القدس بشكل بشع، وكيف يطرد سكان القدس، وما هو الواجب الذي يجب أن يقوم به العرب والمسلمون باتجاه القدس. الشيء الآخر الذي أيضا انتبه إليه العرب أنه في ظل هذه الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، وعلى الرغم من أننا وافقنا على مفاوضات غير مباشرة، لكن هذا لا يمنع أن نذهب إلى الأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة، إلى المحكمة الدولية، إلى جنيف من أجل تطبيق المعاهدة الرابعة المتعلقة بحقوق الإنسان وغيره. هذا لا يمنعنا أن نحن كفلسطين وكعرب أن نذهب إلى كل هذه المحافل، لكن في نفس الوقت هناك واجب على الدول العربية. يعني أنا عندما اجتمعنا مع لجنة المتابعة طالبت كل الدول العربية أن تأتي إلينا، أن تزورنا، أن ترى ماذا يجري على الأرض، لأنه لا يكفي أن يسمعوا أو يروا في أجهزة الإعلام ما هو الذي يجري على أرض الواقع. وقلت لهم هناك نماذج كثيرة. يعني هناك الأردن الإخوة في الأردن يزوروننا، هناك الإمارات يزوروننا، هناك عدد من الدول العربية. لماذا لا تقوم كل الدول العربية ليس في الزيارة فقط، وإنما في الزيارة وحمل يعني شيء من العبء معنا لنستطيع أن نواجه المستقبل. نعم. سيادة الرئيس، يعني في مثل هذه الحالة هل معنى ذلك أنه ممكن أن تكون هنالك إعادة جديدة لعرض القضية على مجلس الأمن من جديد ربما، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعني المطالبة بما في ذلك حل الدولة الواحدة؟ هل ذلك قرار فلسطيني ممكن أن يقوم الفلسطينيون به، أم أنه مجرد تغطية فقط لاستئناف المفاوضات؟ لا، يعني هناك ضرورة أن نذهب للجمعية العامة. العرب لم يتفقوا على الذهاب لمجلس الأمن الآن في خلال فترة ال4 أشهر، لكن باقي مؤسسات دولية لا مانع أن نذهب إليها وأن نتحدث معها.
الخشية إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن أن نصطدم بفيتو أمريكي وتتوقف الأمور عند هذا الحد، أو تتعطل المساعي التي تبذل الآن لاستئناف المفاوضات خلال الأشهر القادمة. بالنسبة ذكرت أنت الدولة الواحدة، طبعا نحن لا نطالب بدولة واحدة ولا نؤمن بقصة الدولة الواحدة، نحن نطالب بالدولتين، دولة فلسطين المستقلة المتصلة القابلة للحياة التي تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود 67. إنما الإجراءات الإسرائيلية التي يعني نراها ويقرأها العالم تدل على أن الإسرائيليين وكأنهم لا يؤمنون بالدولة بحل الدولتين، وكأنهم يريدون أن يستوطنوا في كل الأرض الفلسطينية، وكأنهم يجرون الشعب الفلسطيني إلى خيار آخر. نحن لن نذهب إلى هذا الخيار، خيار الدولة الواحدة، ولكنهم في تصرفاتهم يفعلون العكس. ولا نريد بالتالي إعطائهم فرصة جر الشعب الفلسطيني. لا نريد أن يجرونا، ولذلك يعني نطلب منهم التوقف عن هذه الإجراءات. إنما هذه التصرفات وكأنهم يريدون أن يقولوا لا فائدة من حل الدولتين. إذن ما هو البديل؟ يعني عندما نقول لا لحل الدولتين، لا نريد نحن أن نذهب أو نؤمن أو نقتنع بأنه بحل الدولة الواحدة، وعلى الإسرائيليين أن يفهموا هذا، وربما من مصلحتهم أن يفهموا أنه حل الدولتين لهم أفيد من تصرفاتهم أو نتائج تصرفاتهم التي يقومون بها الآن. نعم. سيادة الرئيس، هنالك من يقول بأنه أنت ربما لن تشارك في القمة القادمة، هل هذا حقيقة وارد أم أن المشاركة الفلسطينية تحصيل حاصل؟ لا المشاركة الفلسطينية تحصيل حاصل طبعا، عندما توجه لنا دعوة ونذهب يعني لابد أن نذهب إلى القمة. نحن لا نفوت فرصة مثل هذه الفرصة، وهي قمة عربية، ونحن نعرف أن الهم العربي كله سينصب على القضية الفلسطينية، ونحن نتغيب هذا أمر لا يمكن أن نقبل به. سنذهب إلى هناك، وحصلت أكثر مرة أنه يعني كان يقال لا تذهبوا إلى هذه القمة أو تلك، لا بالعكس، نحن نذهب ولا بد أن نذهب، هذا واجبنا وهذا حقنا أن نذهب إلى هذه القمة ونطرح قضيتنا ونشارك في كل فعاليات القمة العربية. نعم. سيادة الرئيس، في ضمن هذا السياق وهذا الإطار المشاركة العربية، هنالك أيضا من يرى أن الوضع الفلسطيني يعني في ظل غياب المصالحة الوطنية ما بين الأشقاء هو وضع متردي للغاية، وكاد يصل إلى حدود يعني صعب التواصل فيها. لماذا تعترضون على مشاركة حماس خالد مشعل في القمة إذا كان يعني المشاركة أحيانا تخدم المصالحة الوطنية؟ يعني أولا المشاركة لا تخدم المصالحة الوطنية، ووجود أشخاص يعني ليسوا رسميين في قمة عربية، ستجد عشرات من الأشخاص من مثلهم سيقولون لماذا لا نحضر هذه القمة. هذا واحد. الشيء الآخر، ليس هناك ضرورة لأن تبحث المصالحة العربية في القمة العربية، لأنه سبق أن بحثت في وزراء الخارجية وحتى في قمم سابقة، وقيل في ذلك الوقت اتخذت قرارات عربية بأن المصالحة هي من خلال مصر، وبالتالي مصر هي التي تتولى، يعني الدول العربية أوكلت هذه المهمة إلى مصر بشكل واضح بشكل رسمي، ومصر أنجزت وثيقة بناء على توافق كل الأطراف، وقدمتها لحركة حماس، وحركة حماس اطلعت عليها وطلبت بعض التعديلات ووافقت مصر عليها، وعندما عرضت للتوقيع نحن وقعنا وهم لم يوقعوا. إذن المطلوب فقط أنه خالد مشعل يذهب أو من يمثله يذهب إلى القاهرة فيوقع، ويبدأ تطبيق الوثيقة أو المصالحة من مصر. هذا هو المطلوب. يعني أن نذهب إلى قمة وغير قمة لنبحث مثل هذه الأمور، لا أعتقد أن هذا مناسب، وخالد مشعل ليس من حقه أن يحضر قمة من هذا النوع. يعني يجب أن يحضر جهة واحدة ممثلة بدولة فلسطينية حقيقية. بالضبط، نحن نمثل الشعب الفلسطيني. أنا رجل منتخب من الشعب الفلسطيني، أمثل
السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يحصل في التاريخ انه واحد في دولة تذهب وفي شخص بقول لك انا ادعي تمثيل او الي دور او الي رأي ثم يذهب، والا ستكون القمم العربية ملأى يعني بمثل هذه الظروف، بمثل هذه الظروف، وهذا غير طبيعي. سيادة الرئيس، يعني هنالك من يقول أيضا أنكم مصرون على هذه الوثيقة المصرية تحديدا، يعني الأسباب التي دعت سيادتكم ل أنا لم أصر على شيء. الوثيقة هي ثمرة جهد واتفاقات طويلة وحوارات طويلة بين كل الفصائل الفلسطينية، والغريب أن أول من اطلع عليها هو حماس، وأول من طلب بعض التعديلات فيها وقبلت هي حركة حماس. التنظيمات الأخرى ونحن من جملتها لم نطلع إطلاقا. كل ما في الأمر أنه بعد أن اطلعت عليها حماس وأعلنوا خالد مشعل والزهار بأنها وثيقة مفيدة، عرضت علينا وقيل لنا نرجو أن توقعوا عليها، فنحن هنا لم نبحثها أو لم نناقشها. يعني لم نناقش لأنه لنا أيضا ملاحظات، يعني لو أردنا أن ندخل بتفاصيل كنا كمان دخلنا في متاهات التعديل والتعديل المضاد وغيره، فقبلنا فيها. ما هو المضمون الأساسي لهذه الوثيقة؟ صحيح في بعض الإجراءات الخاصة بالأمن والإجراءات الإدارية وغيرها، لكن في حديث عن انتخابات تشريعية ورئاسية. لا أتصور أن أحدا أتى إلى موقع ما بتشريعي أو رئاسي أو غيره بالانتخابات ثم يرفض هذه الانتخابات. ما دام بداية أنت قبلت أن تحتكم للشعب ونجحت في المجلس التشريعي وأخذت موقعك بنتيجة الانتخابات، لماذا لا تقبل الآن أن نعود للانتخابات؟ ننسى كل الإجراءات الأخرى ونترك الأمر للشعب ليقول كلمته. موافق على هذه الجهة يختار هذه الجهة أو يختار تلك. نحن يعني متعودون وأكثر من مرة أجرينا انتخابات وكانت هذه الانتخابات بمنتهى الشفافية، ومع ذلك إذا كان في خوف أنه طرف يستأثر هنا أو هناك، نحن ندعو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وكل المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية لتأتي ليس لتراقب وإنما لتشارك في الانتخابات، وعلى ضوء ذلك ما يراه الشعب وما يراه صندوق الاقتراع نذهب إليه ونحل هذه المشكلة. أما أن نبقى منقسمين إلى الأبد، الأوضاع في غزة مزرية بسبب الحصار الإسرائيلي، مزرية بسبب ممارسات حماس. يعني أنا أمس اطلعت على رسالة من قيادات حماس في غزة إلى الخارج تتحدث عن مشاكل لا حصر لها، انفجارات يومية، قتل يومي، صواريخ يومية، يعني وضع مزري للناس. هل ممكن شعب يعيش على أنفاق أو يعيش على تهريب؟ هذا أمور لا يمكن أن تقبل، وبالتالي علينا أن نقف وقفة للتاريخ من أجل هذا الشعب ونقول لا بد من المصالحة، تعالوا نتصالح. لا أحد يقصي الآخر، لا نريد أن نقصيهم. الشعب هو الذي يقرر بالأخير من الذي يتولى شؤونه في المستقبل. نعم. أما أن تقول أنا نجحت في هذه الانتخابات خلاص، ما دام نجحت إذا ما في ضرورة نرجع مرة ثانية. لا أعتقد في بلد في العالم يؤمن بالديمقراطية وربما يكون هنالك انتخابات مرة ثانية أيضا، انتخابات مرة ثانية وثالثة ورابعة، وصندوق الاقتراع بالتالي هو اللي تلك الأيام نداولها بين الناس. يعني في كل بلاد الدنيا. امبارح انتخابات في العراق، نعم. رغم مئات القتلى والجرحى عملوا انتخابات واحتكموا لصندوق الاقتراع، والذي ينجح هو الذي يحكم. وبالتالي لماذا لا يحصل هذا؟ هذه المشكلة يجب أن يفهمها أولا حماس، تفهمها والعالم العربي يفهمها. يعني لا يجوز أيضا لعدد من الدول العربية أن تقف متفرجا أو صليب أحمر. يا أخي اتفقوا. طب احنا متفق، أنا موافق على الوثيقة، أنا لا أصر على شيء. الوثيقة هي ثمرة شغل كل الأطراف. بصراحة لم أقرأها. ليش؟ لأني أريد أن أصل إلى النهاية، أريد أن أصل إلى الانتخابات. وأنا قلت لهم أنا لا أريد أن أرشح نفسي للانتخابات، تفضلوا تعالوا انزلوا انتخابات وخذوا هذه المجلس التشريعي أو خذوا الرئاسة وخلاص. أما نبقى هيك فهذا وضع نعم. سيء. سيادة الرئيس، يعني أفهم من حديثك ويفهم من يتابع هذا الحديث أيضا أنكم دعاة حوار مستمر لرأب الصدع الفلسطيني، وتطرحون طروحات كثيرة للمضي في هذا السياق. برأيك الشخصي أنت كرئيس دولة فلسطين، ما الذي يعيق ذلك؟
أولا أنا مؤمن بالحوار، هل هنالك جهات مثلا خارجية تؤثر؟ لك مؤمن بالحوار، ومؤمن بأن المشاكل لا تحل إلا بالحوار، ولا تحل إلا بيننا. نعم. لا تحل إلا بيننا. يعني ليس هناك ضرورة في الأساس أن نذهب إلى هذه الجهة أو تلك. أما وأن الموضوع خرج إلى دولة عربية أو الأكثر فلا بأس، ومصر كلنا احتكمنا إليه، يعني كلنا قبلنا، مش نحن الفلسطينيين، حتى العرب جميعهم احتكموا إليه. بس أنا بقول لك بصراحة، وعلى التلفزيون الأردني هناك جهات إقليمية تمنع حماس من توقيع الوثيقة لأسباب تتعلق بمصالح هذه الجهات، لا أريد أن أسميها معروفة، ما في حاجة لدخول أكثر من بالتفاصيل. سيادة الرئيس، يعني الموقف الأردني الفلسطيني دائما في توازنات وفي حوار مستمر وبشكل دائم. إلى أين وصل التنسيق ما بين الأردن وفلسطين في دعم استمرار المفاوضات، خاصة وأن كان الأردن دور مهم جدا في الفترة الأخيرة في ما يتعلق بما حدث بالأقصى في الفترة الأخيرة؟ نتحدث عن هذا الجانب. الأردن له دور أساسي فيما يتعلق بالمقدسات والأوقاف، وهذا متفق عليه. يعني الأردن هو مسؤولية مباشرة معنا. بقيت المسؤولية الأردنية على هذه المقدسات، وهو الذي يمارس مسؤولياته، وهو يقوم بواجبه خير قيام. هو الذي يذهب في كل ما صارت انتهاكات هنا أو حفريات هنا أو غيرها، الأردن يتولى بالتنسيق معنا، بالتوافق بيننا وبينهم. إنما في شيء واضح وأقول بصراحة، الأردن مسؤول معنا عن هذا، وهو لم يخلي مسؤوليته. يعني الأردن تحمل مسؤولية في الماضي وأصر وقبل أن يتحملها الآن. العلاقة بلا شك، يعني لا أستطيع أن أقول هناك شائبة تشوب هذه العلاقة. هناك خلاف بيننا وبين الأردن حول أي قضية، ونحن باستمرار على اتصال دائم، سواء مع جلالة الملك في لقاءات مستمرة، أو مع وزارة الخارجية أو رئاسة الوزراء أو غيرها. هناك اتصالات مع وزارة، يعني كل القضايا التي بيننا موجودة، والحمد لله لا توجد مشاكل، وإنما هناك تطور إيجابي في هذه العلاقة إلى الأمام. نحن كما قلنا توأم، إخوة، كعلاقة الروح بالجسد. علاقة، نعم بالضبط. ولكن الأردن لإخواننا الأردنيين، وفلسطين معروف هذا، وفلسطين للفلسطينيين. والحديث بصراحة عما يقول الوطن البديل وغيره، هذا ترهات لا نحب أن نسمعها من أحد. نحن نقول بارك الله بالأردن وبجلالة الملك وبأهل الأردن، وهم إخواننا وأشقائنا، ونحن أيضا أشقائهم. لنا بلدنا ولهم بلدهم، لكن نحن توأم واحد. نعم. وفي النهاية فلسطين يشعر كل عربي ومسلم أنها بالضبط. له. سيادة الرئيس، أيضا في الفترة الأخيرة طرحت إسرائيل، أو هنالك أفكار إسرائيلية تقول بأن المبادرة الأمريكية التي تسعى لدعم مفاوضات السلام وبدأها من جديد ربما، أو استكمالها إلى المرحلة التي وصلت عندها، تشكك إسرائيل في جدية أمريكا في هذا الطرح. ما رأيك بذلك؟ والله نحن نشكك بجهود بنوايا إسرائيل. أمريكا فعلا تريد. أمريكا بصراحة منذ أنابوليس كانت جادة في الوصول إلى حل، وبعد أنابوليس مباشرة بدأنا مفاوضات مع رئيس الوزراء السابق أولمرت في كل القضايا، وفتحنا كل ملفات المرحلة النهائية. بحثنا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه والأمن وكلها. لكن جاءت ظروف داخلية في إسرائيل عطلت هذه المفاوضات بسبب ما أصاب رئيس الوزراء من مشاكل داخلية، فتعطلت. وكانت أمريكا تبذل معنا جهود، وكانت كوندوليسا رايس دائما تأتي إلينا بنفسها ونذهب، يعني هي تأتي ونحن نذهب لأمريكا. وعندما انتهت حكومة أولمرت أيضا جاءت حكومة نتنياهو، وأيضا الإدارة الأمريكية تذكر أن الرئيس أوباما أعلن في القاهرة طلب وقف الاستيطان، وحاول جهده أن يوقف الاستيطان، ولكن الحكومة الإسرائيلية رفضت. ومع ذلك جاء وقال لا بأس لنتحدث عن ما سماه بروكسيميتي توكس، قلنا لا بأس. هذا دليل على في جدية عند الحكومة الأمريكية. نأمل أن تكون هذه الجدية عند الحكومة الإسرائيلية أيضا. نعم. سيادة الرئيس، زيارات لمسؤولين أمريكان هنا إلى منطقة الشرق الأوسط، ووعود كثيرة ومبادرات، إلى أين وصلتم معهم؟
يعني نحن وصلنا الآن كما يعني اليوم التقينا مع السيد جورج ميتشل وأبلغناه بقرارنا الخاص بالقبول المشروط طبعا بالمفاوضات غير المباشرة أو البروكسيميتي توكس كما سموها هم، وهو سمع منا اليوم تفصيلا عن موقفنا وكيف جرى اتخاذ القرار، وحتى موقف الدول العربية أيضا، لأنه مهم جدا أن يعرف أن الدول العربية تسند موقفنا. واتفقنا على أنه يعود بعد أسبوع من أجل أن يوضح إجراءات وترتيبات هذه المفاوضات. أيضا سيأتي إلينا نائب رئيس الجمهورية بايدن، ربما لنفس الغرض، ربما لأمور أخرى، سننتظر بعد غد ونستمع منه. يعني طروحاتنا في هذا السياق واضحة وثابتة. ماذا تتوقعون سيادة الرئيس من المرحلة القادمة من المفاوضات أو من هذه الزيارات بشكل عام؟ يعني نحن نتوقع ونتأمل ونتمنى، وهذه أمنيات ونسعى من أجل تحقيقها، أن نتفق